أعزائي المشاهدين في حلقة النهاردة، ثانية واحدة بس كده عشان تاخدوني على محمل الجد شوية. تعالوا سوا هنشوف هنعمل ايه في يومنا. جماعة جايبالكم خبر حلو. انا جبت نمر كويسة في امتحان الادب، مش عارفة برضو ظهر لكم ولا لأ. جبت 19 من 20. فطبعا حابة اشكر استاذتي الفاضلة اللي كانت بتديني اللغة العربية، ليها جزيل الشكر على مجهودها معايا وربنا يبارك لها. كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان. زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، الراحة والأمان. حبيبي كان هنا مال الدنيا. احب اقول ان انا سعيدة جدا انه جاتلي فرصة ان انا اقدر اشارك الشعر اللي انا بكتبه. وفي الحقيقة انا كمان مش بكتب شعر بس، انا بكتب كمان الشعر المرسل وبكتب انواع كتيرة من الشعر. فهشارككم جزء من ابيات شعرية كتبتها. أعد لي أيام الصبا والبراءة وعزيز فقدته، ووريق أيام الصغر والأمل، وحسن الأيام أصبحت ذكريات، وسحر اللحظات عشتها في الماضي. الحنين آلم صدري لزمن مضى ووقت انقضى. أعدني لأيام كان الفؤاد مسرورا بصدق، وأيام ابتسمت بالرفق، وخل وفي بصدق، مسلوب الفؤاد وهرب إلى الماضي والذكريات. أعد لي حسن الليالي والبكور، ودنيا سعيدة ولوقت السرور. أعيش اليوم على بقايا سحر اللحظات الماضي، وكل يوم أنادي أين أنت يا زمن السرور وصدق الشعور. بصور لكم المكتبة بتاعت جدو الله يرحمه، ودي الكتب الموجودة في المكتبة. في الكتب اللي هي الدينية زي قصص الأنبياء والسيرة ورجال حول الرسول، وكتب تانية، وكمان كتاب الطب النبوي. في بقى كتب بتاعت فقه السنة، ده واحد وده الجزء الأول وده الجزء التالت، والجزء التاني هو بعيد شوية. الروايات الانجليش دي بقى بتاعت بابا لأنه بيحب يقرا، وده كتاب عصر الصورة، ودي برضو كتب دينية لابن الكثير وكده. يا ترى بالألوان اللي معايا دي هقدر ارسم ايه؟ اول حاجة هعتبر اللون الازرق ده زي القلم الرصاص، بس اخطط بيه كده عشان اعرف انا هرسم ايه. هو مش باين لكم بس هو باين لي خط خفيف جدا عشان اعرف انا هرسم ايه. دي حاجة يا جماعة هندرج كده برضو، ندمج اللون البنفسجي مع اللبني كده عشان نعمل سما يكون لونها حلو قوي وشكلها حلو، فيها شيء من الفن يعني. يا جماعة مش عارفة هي الكاميرا واخدة من الألوان بتاعة الرسمة. عامة يا جماعة هو دي مش أحسن حاجة. أنا كنت زمان برسم رسم حلو قوي